اوعى تدخل الصحراء لوحدك، خصوصا لو سمعت صوت ديب بيتكلم، مش بيعوي، بيتكلم بلسان بني آدم. وده اللي حصل مع سالم لما قرر يسلك طريق مختصر ومرجعش تاني. سالم كان سايق عربيته الملاكي، راجع من شغله متأخر في مدينة تانية. الطريق الرئيسي كان زحمة بسبب حادث، فقرر يغير خطته ويدخل طريق فرعي بيعدي من وسط الصحراء. الساعة كانت 1 بعد نص الليل والدنيا ضلمة موت والسكون بيقطع القلب. وفجأة كشافات العربية نورت على حاجة بتجري بسرعة قدامها. ديب كبير لونه رمادي وعينيه حمرا مولعة، واقف قدام العربية ثابت نفسه كأنه مستني سالم بالاسم. سالم ضرب فرامل وفتح الإزاز بحذر، كان فاكر إنه هيتحرك لكنه ما اتحركش. المفاجأة كانت صدمة عمره. الديب بصله وقال له بصوت خشن ومبحوح: ارجع يا سالم، الطريق ده مش ليك. سالم اتجمد، قلبه دقته وقفت. صوت الديب كان واضح، مش عواق، كلام بني آدم. حاول يهز دماغه ويقنع نفسه انه بيتهيأ له وكمل سايق. بس بعد أقل من 5 دقايق الديب ظهر تاني في نفس المكان، بس المرة دي قال: ما سمعتش الكلام، خلاص جه وقت الحساب. وفجأة العربية اتعطلت والنور طفى والدنيا بقت ضلمة كأن النجوم نفسها اختفت. الصوت كله اختفى، لكن من بعيد بدأ يسمع عواق، مش عواق واحد، لأ كتير، ديابة حواليه من كل ناحية. سالم بدأ ينهار، مسك الدركسيون بإيده اللي بتترعش وصرخ: يا رب يا رب، مش عايز أموت كده. لكن في اللحظة دي الصوت جه في ودنه مباشرة، قريب جدا، كأن الديب جنبه جوه العربية. انت دخلت أرضنا، وديابة الصحراء ما بتسيبش حد. تاني يوم الصبح عربيات الأمن لقت العربية في نص الطريق فاضية، ولا في سالم ولا في أثر ليه. بس الأرض حوالين العربية كانت كلها متخربشة، مخالب داير ما يدور. وأكتر حاجة مرعبة كان في جملة مكتوبة بخط غريب على الإزاز من جوه: اللي يدخل صحراء الديابة ينسى اسمه قبل عمره. لو عجبتك القصة تابعنا عشان توصلك كل يوم قصة جديدة، بس اوعى تحكي القصة دي وانت لوحدك عشان ممكن هو يسمعك.